السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تحياتنا للجميع بره مصر وجوه مصر، اخواتنا وحبايبنا وكل مشتركينا. النهارده انا هعمل لكم مفاجاه حلوه. يمكن انا قلت لكم ان انا باذن الله هعلمكم للمبتدئين، اخواتنا المبتدئين، النش من على السطح. النش من على السطح. بس قبل كده ما نخش في مفاجاتنا نصلي على الحبيب عشان قلبنا من جوه يطيب. وبحيي كل الناس اللي بتكتب لي كلمه كويسه وبتعلق بتعليق كويس وبتعمل اللايك، اهم شيء. ولو مش مشترك في القناه خش اشترك. يلا بينا عشان ما نضيعوش وقت. اول حاجه هنعملها هنلموا الزغاليل بتاعتنا اللي هي في المصطبه. يلا بينا. طبعا معلومه صغيره قبل ما نروحوا كده ونلموا الزغاليل، معلومه صغيره. لو انت هتنش من على السطح، تمام، وزي ما هعلمك، طبعا انت كمبتدئ وهتنش من على السطح لازم تبتدي بكريزليات، حاجات كريزليات، مثلا عبابسه، الحاجات اللي هي القص، مثلا الزغلولين يعملهم 100 جنيه، يعملهم 80 جنيه، تمام، بدوله. ليه؟ عشان لو راحوا منك يبقى مش هيزعلوك. زي مثلا ما تجيب 2 مثلا قطاقطه، زي ما تجيب 2 حلايسه، زي ما تجيب مثلا غزار بمعنى اصح او صافي، تمام. فانت خليك في الكريزلي، تمام، العبابسه، الحلبيات، باكستانيات، الحاجات اللي هي القص بتاعها يعمله 80 جنيه، يعمل له مثلا 100 جنيه بالكتير، مش هيزعلك، تمام. فلازم انت كمبتدئ واول مره تنش من على السطح، تمام، لازم تبتدي بحاجات عادات، حاجات صغيره، يعني حاجات حنينه، تمام يا شباب. يلا بينا نلم زغاليلنا ونحطهم في المصطبه من تحت، تمام، في المنير، ونتكلموا بعد كده. طبعا يا شباب هنخشوا كده ايه، هنلموا زغاليلنا رجاله. هنحطوها كده في الدشار الاول، تمام، هنحطوها في الدشار اهو. الدشار دوت هنحطه في الزغاليل. سموا الله كده، بسم الله ما شاء الله. مسود اهو، 2 مساويد اهو يا شباب، تمام. 3 4 زغاليل، 5 6 زغاليل. طبعا دول 6 زغاليل يا رجاله، ماشي، دول 6 زغاليل اهو. دول ال6 زغاليل اللي احنا هناخدوهم ونحطهم في المنير اللي على السطح، تمام. لسه باذن الله كمان في الزغلولين المرقعات دول، لسه لما ربنا يكرم ويطلع يعني ويشدوا حيلهم اهو، تمام. مرقعات بسم الله ما شاء الله. دول اصل المرقعات اللي احنا كنا جايبينهم من بره يا شباب، وحصه وربنا كرم بيه، تمام. في واحد بندي هنا كمان اهو، تمام يا شباب. يبقى كده في معانا 2 تانيين، وربنا يسهل برضو نحاول نجيبه من السوق كام زغلول، تمام. يلا بينا كده نطلعوا بره اهو. معلش بس الدنيا هتبقى شمس التصوير. هم الشباب طبعا الدنيا هتبقى شمس في التصوير، معلش. المنير اهو، اهو المنير ده، المنير اللي هو على لحم السقف يا رجاله اللي احنا عاملينه اهو، تمام. هنعمله ايه بقى الاول؟ هنروح نحطهم، لازم نعرفهم الاول، لازم نعودهم على المصطبه الاول، اهم شيء كام يوم على المصطبه اهو يا شباب. هنفتحه كده الدشاره اهو، تمام، وهنحط زغاليلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 1، ادي 2، وادي 3، وادي 4، وادي 5، وادي 6، اللي هم ال2 المساويد، وال3 الكريزلات، وواحد اللي هو الايه الاسترول اهو يا شباب، ماشي، تمام تمام. قفلنا عليهم، تمام. طبعا هنحط لهم اكلهم وشربهم، تمام. هنحط له اكلهم وشربهم اهو يا شباب. دول السطح بتاعنا اهو، السطح اهو، تمام. هنعمل ايه بعد كده؟ هيقعدوا بتاع 5 ايام في المصطبه بتاعتهم، نحط لهم اكلهم وشربهم. يلا بينا نحط لهم اكلهم وشربهم عشان ما نطولش. طبعا يا شباب ده الاكل بتاعهم اهو، الكلفه، تمام. انا بكلفهم الصبح. ودي المايه اهو، دي المايه بتاعتهم. طبعا انا حطيت لهم فيتاميناتهم، اول ما فطمتهم حطينا الفيتامينات بتاعتهم وظبطناهم. دي المايه اهي يا شباب، ميتهم، تمام. والكلفه بتاعتهم اهي،
دي الكلفه بتاعتهم اهي يا شباب، كلفتهم لازم اهتم بيهم. يا شباب كلفتهم اهي تمام. الشباب اهم بسم الله ما شاء الله عليهم هياكلوا اهو تمام. تمام يا شباب تمام. هنقفل وهنتكلموا بعد كده. طبعا اهو المانيور اهو رجاله تمام. بعد ال10 ايام باذن الله او 5 ايام، بعد 5 ايام ما ياخدوا على المكان هنا وهيقرروا المكان كده، هنعمل ايه؟ هنجيب الدشار ده وهحطهم كل يوم الصبح لحد ما اجي من الشغل. هحطهم في الدشار ده وهحطهم على كل حته في السقف تمام، على كل حته في السقف. يعني مثلا على الزاويه دي وعلى الزاويه ديت يوم وعلى الزاويه دي يوم وعلى الزاويه دي يوم تمام، في كل حته في السقف من حوالين المانيور تمام، عشان يقرروا المكان. وهحطهم يومين فوق هنا اهوت، فوق هنا اهوت يومين هنا اهو. احط المانيور فوق هنا كده اهو برضو اهو شباب. احط المانيور هنا كده، السلاكه اهي، السلاكه ديت اللي هي فوق اللي هو الدشار هحطه فوق هنا اهوت تمام، برضو لمده ايه؟ لمده يومين 3. وبعد كده شباب هروح فاتح لهم تمام، افتح لهم على جوع، هنفتح لهم على جوع واحده واحده تمام. احنا كده ايه معانا بتاع كام زغلول؟ ادي كده 2 4 5 6 7 2 4 6 7 زغاليل تمام. وربنا يكرمنا باذن الله لما ننزلوا السوق هنجيبوا لنا بتاع زغلولين كمان او 3 زغاليل كمان او 4 تمام، يبقوا 10، يبقوا حلوين قوي نعمه ورضا تمام. لحد ما ايه ما ربنا يكرمنا برضو ايه باي حاجه تطلع ونحطها وننتشرها. طبعا اللي هيطلع الصغير تمام هيبقى ايه هيتحط تحت في المصطبه، وبعد كده يشدوا حيلهم هنحط كل واحد في بابه، هنبوبه كل واحد في بابه تمام يا شباب. وتحياتنا للجميع، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. واحنا خطوه بخطوه تمام. اول ما هنيجي هنطشر برضه هنعمله فيديو، هنقول لك ان انا هنطشر هنا وهنا وهنا ازاي، بالطريقه ازاي تمام. انت لو عاوز تنش من على لحم السقف لو بمانيور صغير هخليك تنش باذن الله. مش عايز اطول على حضراتكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك بتاعكم يا رجاله، ولو مش مشترك في القناه خش اشترك. وتحياتنا للجميع بره مصر وجوه مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا غيتنا يا رجاله